السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتعلم مع بعض الشنطة الجميلة دي، سهلة جدا وسريعة. شنطة 2 في 1، هاند وكروس. هوريكوا ازاي بنخليها من هاند لكروس في اخر الفيديو. ما بتاخدش خيط كتير ولا وقت كتير. هي مقاسها كده، طولها حوالي 27 وعرضها 37. ممكن نعمل الطول والعرض اللي احنا عايزينه. مناسبة جدا للجامعات والخروجات اللي هي محتاجة ناخد فيها حاجات كتير، ومناسبة كمان للتابلت واللابتوب. يلا نشوف هنعملها ازاي. انا هحتاج هنا خيط الكليم، سمكه ما يزيدش عن نص سنتي، وإبرة رقم 6، وحلقات سهلة الفتح، واكسسوارز وسوستة وجراية. هنبدأ بحلقة البداية. هاخد طرف الخيط ناحيتي، وبعدين هحط الإبرة تحتي، وهلف الإبرة كده، وهمسك بصباعيني اللفة دي، وبعدين هحط الإبرة على الخيط بالشكل ده، وهسحب الخيط كده. عملت عقدة البداية. وبعد كده هنبدأ ب31 سلسلة. طبعا عدد السلاسل ده بيختلف حسب أنا عايزة عرض الشنطة في الآخر كام. العرض اللي أنا عملته اللي هو 37، بدأت بيه ب31 سلسلة. لما قست ال31 سلسلة دول عملولي 25 سنتي. فانتم ممكن تقارنوا على حسب انتوا عايزين عرض الشنطة في الآخر كام، وتبدأوا بعدد سلاسل كام. تمام، احنا دلوقتي زي ما احنا شايفين السلسلة بتبقى ليها ضلعين وضلع خلفي. احنا هنشتغل في الضلع الخلفي ده، هنفوت أول سلسلة ونشتغل في التانية، ونبدأ كده. ده كده أول راوند معانا. هنعمل 29 غرزة حشو. معنى كده ان احنا بنفوت أول سلسلة وآخر سلسلة، ونعمل 29 غرزة حشو. غرزة الحشو اني بدخل جوه الحلقة واسحب الخيط، وهيبقى عندي حلقتين على إبرة، بطلع من الحلقتين. ده شكلها في الآخر. بتأكد بس ان هما 29. هاجي هنا في آخر غرزة بعمل تزايد ب3، يعني 3 غرز حشو. دي كده أول غرزة. في نفس المكان بدخل أعمل غرزة كمان، ودي كده الغرزة التالتة. كده 3 حشو في نفس المكان. الغرزة اللي عملنا فيها تزايد مش هنشتغل فيها خلاص، هفوتها، وهندخل في الغرزة اللي بعدها من ورا في الضلع الخلفي. الضلع الخلفي يعني بندخل جوه الغرزة كده، جوه حرف الفي، واسحب الخيط واطلع من الحلقتين. كده بعمل غرزة حشو. هكمل للآخر برضو، هيبقوا 29 غرزة حشو. ده هيبقى شكلها من قدام ومن ورا. هكمل واسيب آخر غرزة ونشوف هنعمل فيها ايه. المفروض ان احنا هنعمل الدوران ده زي الدوران اللي فات بالظبط عشان نقفل الراوند الأول. فلازم نعمل في الحلقة دي 3 غرز حشو في الحلقة الخلفية. كده أول غرزة، والتانية في نفس المكان، والتالتة. جميل قوي. هنكمل بقى في الحلقة الخلفية. شغلنا كله دلوقتي هيبقى في الحلقة الخلفية. من أول هنا ببدأ 29 غرزة اللي ثابتين معايا بعد الدوران في كل مرة. وده كده بداية الراوند. كل مرة ببدأ الراوند من المكان ده، فلازم أعمل ماركر كده. بداية الراوند التاني من 29 غرزة حشو الأولانيين قبل الدوران الجديد. يعني هنا هيبقى آخري قبل ال3 غرز التزايد. كده أنا عملت 29 غرزة. فوق ال3 غرز التزايد هنعمل فوق كل واحدة 2 حشو، يعني هيبقوا توتال 6.
في اول غرزة كده غرزتين حشو في الضلع الخلفي، ما ننساش كل شغلنا في الضلع الخلفي. دي التانية بعمل فيها التزايد، يعني كده 4، واخر غرزة هعمل فيها التزايد برضو. هكمل برضو 29 غرزة في الضلع الخلفي لحد الاخر. تمام كده انا وصلت للدوران التاني في الراوند التاني، وزي ما احنا عارفين الدوران التاني بيبقى زي الاول بالظبط، مفيش اختلاف. يعني هعمل 2 غرزة حشو في كل غرزة من ال3 دول، تزايد، غرزتين حشو في غرزة. كده خلصت التزايد. بداية الماركر دي دايما بتبقى بداية الراوند الجديد، يعني بداية ال29 غرزة اللي احنا بنعمله. فهكمل بقى 29 غرزة لحد الاخر. جميل قوي. يلا بقى نعمل الدوران الجديد. هنا كانوا 6 غرز، هنخليهم 8. يعني هنبدأ بغرزة حشو وبعدين تزايد وبعدين غرزة حشو وغرزة حشو وبعدين تزايد وبعدين غرزة حشو. هكتبها لكم برضو على الشاشة علشان هي تبقى اوضح. احنا كده هنعمل اول غرزة حشو من غير تزايد، واللي بعدها تزايد، والاتنين اللي جايين من غير تزايد، بعد كده تزايد، والاخيرة حشو بس. ده كده شكلها. تعالوا نراجعهم. ادي كده الحشو بس، وكده التزايد، كده حشو حشو تزايد حشو. تمام كده. كده خلاص بقى هنكمل للاخر ال29 غرزة حشو، وهنكرر الدوران ده في الناحية التانية. نفس اللي عملناه هناك بالظبط هنعمله هنا. هكرره معاكم برضو علشان يبقى واضح. نعمل حشو تزايد حشو حشو تزايد حشو، ولحد الاخر 29 غرزة حشو. الراوند الرابع الدوران ده هنخليه يبقوا 10 غرز بدل 8. يعني هنعمل 3 فردي وبعدين تزايد وبعدين 3 غرز حشو فردي وبعدين تزايد. تمام كده. تعالوا نتشيك عليهم. دي اخر غرزة اللي فيها التزايد، وبعدين ال3 الفردي، وهنا التزايد، وبعدين ال3 الفردي. جميل. هكمل 29 غرزة حشو لحد الاخر، ونكرر نفس الدوران ده الناحية التانية قبل ما نبدأ الراوند الخامس وارجع لكم. عملت نفس الدوران. دلوقتي ده الراوند الخامس. هنبدأ ب29 غرزة حشو قبل الدوران الجديد. وهنا في دوران الراوند الخامس هنعمل 4 غرز فردي وبعدين تزايد وبعدين 5 غرز فردي.
كده عملت الأربع غرز الفردي. هنا هنعمل تزايد وهكمل ال5 غرز فردي. وبعدين بقى خلاص حفظنا، كمل 29 غرزة حشو وكرر نفس الدوران ده الناحية التانية. وكده هنبدأ الراوند السادس والأخير. كررت الدوران التاني للراوند الخامس اللي هو عبارة عن 4 غرز حشو تزايد و5 غرز حشو. ودلوقتي هعمل 29 غرزة حشو علشان اعمل الدوران بتاع الراوند السادس والاخير. دلوقتي هنعمل 5 غرز حشو وبعدين تزايد وبعدين 5 غرز حشو. كده الغرزة التانية، التالتة والرابعة والخامسة، وبعدين هنعمل التزايد وهنعمل 5 غرز حشو كمان. كده 4 والخامسة والأخيرة. خلاص كده خلصنا الدوران، تأكد ان كله تمام. وبعد كده هعمل 29 غرزة حشو ونكرر نفس الدوران الناحية التانية. وبكده خلاص ده كده كان آخر راوند هنعمل فيه تزايد. هنكمل بقى من النقطة دي لحد الطول اللي احنا عايزينه، غرز حشو تحت الحلقة الخلفية. هكمل وارجع لكم. عملت هنا حوالي 18 سطر بعد الراوند السادس. ده كان آخر راوند وصلنا له اللي كان فيه التزايد، وده الجزء اللي ارتفعته بدون تزايد. قفلت فوق بغرزة منزلقة. طول الشنطة زي ما قلتلكوا 27 وعرضها 36. عملت لها كمان سوستة وخيطت فيها البطانة. هعمل لكم فيديو مخصص ازاي نركب البطانة. طريقة بقى ان انا اعملها 2 في 1 بالحلقة دي، بدخلها في الايد دي انا عاملاها بغرز حشو بس، وقفلتها بغرز حشو برضو. بدخلها في المكان ده كده، والناحية التانية نفس الكلام. وبكده بقت يا اما كروس يا اما هاند او كتف. الشنطة بجد عملية قوي وجميلة، خفيفة كمان، يعني ما خدتش مني غير 300 400 جرام من خيط الكليم. تقدروا تعملوها باللون اللي حابينه والمقاس اللي حابينه. اللي وصل لاخر الفيديو شكرا جدا. مستنيه رايكم في الكومنتات، ولو محتاجين اي سؤال ابعتولي، واشوفكم في فيديو جديد.